من كورة اتلعبت عرضية وخطأ كبير جدا من المهدي سليمان، لكن ربنا سترها. كنت تاخد الجون دوت، وبعد كده ترجع بقى في مصر. الجون ده كان هيفرق جدا مع مع فريق شباب بلوزداد، لأن الجون ما كانش ليه لازم إن هو يدخل، لكن طلعت الكرة دخلت، لمست إيد اللاعب واتحسبت إلغاء للهدف. وأنا مش فاهم يعني كابتن معتمد جمال خرج بزيرة ليه؟ هل مصاب؟ يعني هل بزيرة اشتكى من حاجة؟ يعني مسك الخلفية، اشتكى من حاجة طيب، ولا هو خروج ايه بالظبط بيريحه طيب ولا ايه؟ احنا عايزين نعرف، لأن خروج لاعب شبه دوت كان كفيل يخسرك الماتش حرفيا. بيزيرا فارق جدا جدا مع نادي الزمالك، وفي أداء نادي الزمالك وفي هجوم نادي الزمالك اللي اللعيبة أصلا بتعمل له ألف حساب جوه الدفاعات الأخرى. فهو خروجه مش مبرر إلا لو كان مصاب. لو كان مصاب تمام، ما كنتش تنزل أحمد شريف، كنت تنزل ادم كايد، او تنزل بنتايج وتطلع فتوح في النص وتلعب بنتايج ناحيه الشمال، يا اما تطلع عمر يا اما تطلع عمر جابر وتنزل ايه، وتنزل محمد ابراهيم، لان عمر جابر واضح عليه ان هو ما كانش في الفورم اول ماتش ده. طبعا آه كاد ان يسجل بلوزداد في الدقيقه 46، لكن الحمد لله عدت على خير. بعد كده اللي حصل فاول خطير في الدقيقه 47. فريق شباب بلوزداد بدأ يمسك كورة في الشوط التاني طبعا، وهو كان أخطر بكتير جدا في الشوط الأولاني. ادى 51 محاولات، كتير جدا من بلوزداد، بيحاول فاولات خطيرة في الدقيقة 54 برضه تاني عارضة في الزمالك، وبيلعبوا عرضيات كويس جدا، وهم اللي كانوا مستحوذين ومسيطرين في الشوط التاني بشكل كبير جدا. والزمالك كان عنده مشكلة كبيرة قوي في الكرات العرضية، ما كانش لها حل. كان عنده مشكلة كبيرة في الكرات العرضية والطولية اللي بتتلعب من لاعيبة بلوزداد، لكن آه الزمالك قدر يعني إلى حد ما إن هو يتفادى كل الكلام ده. طبعا الزمالك كان فيه سيطرة